السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. معاكم مروة من قناة يوميات سعد ومروة. انا طلعت معاكم النهاردة لوحدي كده عشان اكلمكم ان انا ان شاء الله الحمد لله جالي البين كود. لسه واصل لي النهاردة الرسالة، جات لي يوم 3 في الشهر ده، والمفروض ان انا استنى 3 اسابيع وبعدين اروح اسأل عليها في المكتب البريدي او البوسطة زي ما بتقولوا. انا استنيت النهارده تقريبا 19، فرحت سألت عليه النهارده لقيته وصل امبارح. طبعا انا كاتبه فيه البيانات بتاعه البطاقه بتاعتي، كاتبه في بيانات ادسنس البطاقه بتاعتي والعنوان بتاعي، والمفروض انت بتكتبي رقم تليفون عشان مجرد ما الجواب ده بيجيلك البوسطه هما بيتصلوا على رقم التليفون ده علشان تروحي تستلميه، او ان انت تتواصلي مع الشخص اللي بيكلمك من البوسطه ده وتقولي له ان هو يوصله لك في المكان الفلاني، المكان اللي انت قاعده فيه يعني. والحمد لله ما كانش في اي عقوبات خالص ان هو يوصل لي. البين كود ده بيبقى ظاهر فيه 6 ارقام كده، انت بتدخليها في الحساب بتاعك بتاع ادسنس علشان يبقى انت كده مؤهله خلاص بقى ان انت تجهزي لل100 دولار عشان تقبضي. وانا بتكلم مع الناس اللي هي بتحبط بسرعه، والجواب ده جالي بعد حوالي شغل 2 سنين. انا عارفه ان هو طول قوي، بس انا فرحانه جدا ان انا جبته. يعني حسيت ان انا كده بدات خلاص من ان انا ماشيه على الطريق الصح. هو طول معايا ان انا عامله اسس ليا كده يعني في القناه بتاعتي، ان انا يعني مش حته ان انا ماشيه فيها بجري ولا كلام من ده. اي نعم كنت ماشيه فيها الاول بجري، بس لحد ما فعلتها كنت فعلتها في 7 شهور. واللي خلاني ان انا اتاخر فيها كده ان انا ما بعملش فيها لايفات. اللايفات برضو بتجيب مشاهدات، وان انا ما بعملش فيها روتين. انا اكتر حاجه بعملها فيها اللي هي بعمل فيها اليوميات بتاعتي، اللي هي ايام ما كنت بشتغل في التورت والجاتوهات زي ما انتوا كنتوا بتشوفوا الفيديوهات. كنت بصور فيها مره مره لا، كنت ساعات بكسل اصور والله لان كنت شايفه المشاهدات فيها واقعه خالص. كان اصلا اول ما بدات افتحها كان جوزي يعني مشدد عليا جدا ان انا ما اعملش روتينات. يعني انتوا عارفين السمعه بتاعت قنوات الروتينات دي، ومش كلها يعني، في قنوات روتينات محترمه جدا وانا متابعاها. يعني حته ان هو ما يطلقش على القناه ان هي قناه روتين، يعني علشان برضو السمعه بتاعت الكلمه دي. لا ما تعملش لايفات. انا كنت عملت في البدايه كده كام لايف، كنت انا وابقى انا وجوزي كنت ببقى ظاهره فيهم بس لما لقيت ان في ناس بيبقى بيخشوا بيتكلموا يعني بيسالوا ونجاوب مش عارفه ايه، يعني بيبقى الاختلاط مباشر كده، فمحبناش الموضوع ده انا ولا جوزي. فجوزي قال لا ما تفتحي لايفات. على الرغم ان كان كل اللي كان بيبقى معانا في اللايف كان اكترته ستات، وفي نفس الوقت برضو لو كان في حد من من باقي المتابعين اللي هم الرجاله او كده يعني، فكان بيبقى كلمه على قد السؤال، يعني كان بيبقى برضو ما فيش فيها اي تخطي للحدود. بس حته ان احنا بقى ايه، ان احنا كنا ماشيين على نظام كده وسيستم معين. لا ما تعملش روتينات، ما فيش اكتر من الاوضه دي بس اللي بظهرها في قلب الشقه عندي، يعني هي الاوضه بتاعه التصوير، الاوضه اللي انا بقعد فيها دايما في التحديات دي، اوضه التصوير دي اللي انا سامحه لنفسي ان انا اصور فيها، ان انا ادخل الكاميرا او التليفون في كل خصوصيات شقتي كده، ده ممنوع عندنا يعني. يعني لو انا كنت عايزه امشي في الطريق ان انا عايزه اوصل بسرعه والكلام من ده، انا كان زمان عملتها بقى ايه، كل خصوصياتي الداخله بصورها، لا الكبيره لا الصغيره لا مش عارفه ايه. فانا ما حبيتش الموضوع ده صراحه، وما كنتش قلقانه ان هو البين كود هيوصل او مش هيوصل اليومين دول. يعني انا كنت ماشيه فيها بتسهيل ربنا كده والحمد لله ربنا يسرها لي. انا بقول لك الكلمتين دول كلمتين تحفيزيين لكل القنوات الصغيره اللي انا برضو لسه منهم، وان شاء الله القناه بتاعتي هتكبر باذن الله، وانا ما يئستش منها، وعمري في حياتي ما زهقت منها على مدار السنتين اللي انا اشتغلت فيهم. بس حابه اقول بس للناس اللي هي بتخش تتدخل في اللي ما يعنيهاش. ده اكبر دليل ان انا لسه ما قبضتش، ان انتوا عمالين تقولوا لا ده بتقبض بالدولار، ده حياتهم بقت معرفش ايه. انا الحمد لله جوزي مش مخليني محتاجه اي حاجه، بس هو ده يعني زيادة تحسين للدخل. يعني هي جت ما جتش مش واقفين عليها، بس الحمد لله ربنا هييسر لنا الحال فيها. فده اكبر دليل يعرفكم ان انا لسه ما قبضتش، يعني لو انتوا فاهمين في الموضوع ده او لو عايزين تسألوا في الموضوع ده، فيا ريت تخليكم في حالكم.
ما تدخلوش ولا مالكوش فيه، بسيبوا الدنيا ماشيه مع الناس كده. الناس فيها يعني الناس كل واحد فيه اللي مكفيه، وكله باب مقفول على اللي جواه. فيا ريت ايه اشترونا من دماغكم شويه كده، خلي الدنيا تمشي معانا، ربنا ييسرها لنا كده باذن الله يعني. حابه اقول كلمتين برضو للاستاذ ياسر الحلواني، ربنا يكرمه يا رب. ده من انظف الشخصيات اللي الواحد عرفهم على اليوتيوب. بجد الواحد لو سأله على اي سؤال ما شاء الله بتدوله الرد الصح، وما بيزهقش يعني من كتر الأسئلة. وفي أي وقت كنت تلاقيه برضو بينصحك. بجد القناة بتاعته تستاهل الدعم والاشتراك. القناة بتاعته اسمها استرداد للمعلوميات، والجروب بتاعه برضو على الفيس اسمه استرداد للمعلوميات. بجد ده من أنظف الشخصيات المحترمة اللي تقدري تعتمدي عليها في كل خطوة تعمليها. يعني أنا واحدة من الناس مجرد ما عرفت الأستاذ ياسر ده بجد ما كنتش بعمل اي حاجه في القناه غير لما اتكلم الاستاذ ياسر واساله اعمل كده ولا ما اعملش. وهو الحمد لله وقف معايا لحد ما خلصت كل حاجه واقفه عندي في القناه. والحمد لله دي النتيجه بتاعتها. حابه اقول لكم برضو ان انتم ما تيأسوش، وباذن الله كل واحد ورزقه مكتوب له وهيجيله. ويا ريت بقى الناس اللي حاطانا في دماغها دي ترتاح واشتلنا من دماغها شويه. احنا لسه ما قبضناش، ويعلم لسه هنقبض امتى والله اعلم كنا هنكمل فيها ولا لا. بس هو كل واحد بيعمل اللي يقدر عليه. احنا فعلا كنا اتأثرنا بكلام الناس شويه، ويا ريت ناس غريبه اللي بتتكلم، لا ده من اقرب الاقربين هم اللي بيتكلموا علينا ومش حابين لنا الخير بمعنى اصح. احنا كنا اتأثرنا بكلامهم شويه. احنا اول ما بدأت كنت القناه بتاعتي كانت للطبخ، ما كانش فيها تحديات. انا فضلت حوالي سنتين ان انا احتاج على جوزي عايزه افتح القناه، لحد ما مره واحده سبحان الله قال لي خلاص افتحيها. وفي نفس اليوم اللي وافق فيه قمت صورت فيها على طول في نفس اليوم عشان ما يرجعش في كلامه بقى، وحطيته قدام الامر الواقع. بس طبعا ما قدرتش اعمل اي حاجه غير لما استأذنته الاول، بس بعد معاناه طبعا. ولحد وقتنا هذا برضو مش مقتنع بيها. يعني هو يقول لي جيت جيت ما جيتش ما جيتش، يعني هو بيظهر معايا برضو ومش مقتنع، بس هو بيعمل اللي عليه برضو. ربنا قال اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، وان شاء الله ربنا هيكرمنا فيها. حابة اقول برضو ان احنا كنا الاول اتأثرنا بكلامهم، وفعلا كنا بعدنا عن التحديات فترة كبيرة. كان الاول التحديات بتاعتي دي بتجيب مشاهدات حلوة جدا. لو كنت مشيت في التحديات دي من الاول زي ما كنت ماشية كان الحمد لله كان زمان الوقت بقبض. بس قدر الله ما شاء فعل. وده عيب مننا احنا ان احنا مشينا كلام الناس السلبيين اللي ما بيحبوش المصلحة ولا الخير لحد. وبعد معاناة جامدة فعلا أنا قعدت حوالي سنة وشهرين أو 3 شهور، سنة و3 شهور بعيد عن موضوع التحديات ده خالص، لحد ما يمكن القناة بتاعتي وقعت خالص في المشاهدات. بس لما ربنا أمر برضو قدرت إن أنا أقنع جوزي إن احنا نرجع فيها تاني. وإن شاء الله هي أي نعم برضو لسه المشاهدات بتاعتها وقعت دلوقتي حتى في التحديات، لأن خلاص يعتبر المتابعين بتوعي خلاص يعتبر سابوها، اللي كانوا داخلين أصلا عشان التحديات. فلما يبقوا ربنا يكرمهم ويرجعوا تاني إن شاء الله تقف على رجلها من تاني. وده أكبر دليل وده اللي عاطيني الامل ان انا خلاص بدأت على الطريق الصح، وبإذن الله ربنا يكرمنا ونقبض وافرح وافرح كل اللي حواليا بإذن الله. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتدعموني، وانا ما وصلتش اللي انا فيه ده غير بدعمكم انتم، والحمد لله على كل حال. وما تيأسوش، خليكوا زي كده دايما متفائلين ومتمسكين بالحلم بتاعكم. وكده اكون وصلت لاخر الفيديو بتاعي. انا عارفه ان انا لكيت كتير، بس انا من فرحتي عايزه اطلع ابشر الناس اللي هي زي كده، بس اللي هي ايه ما يقلقوش ومهما الموضوع يطول عليهم ان شاء الله يفضلوا وراه لحد ما ربنا يكرمهم كده، وباذن الله هينولوا كل اللي هم نفسهم فيه. هسيبكم بقى علشان وجعت دماغكم شويه بالكلام. وما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات وتدعموني وتشتركوا عندي في القناه. عايزه اوصل 2000 مشترك قريب جدا، وكل ده بحبكم لنا باذن الله هنكمل. وبس كده كفايه عليكم.